المساعده ديالو المساعد الاول هناك ياسين قبه، والمساعد الثاني محمد مروان في غرفه الفار. فما عند الحكم عبد الرحيم الرخيز، والمساعد ديالو غيكون إيكن بوعزه. هذه التشكيله ديال فريق الحسنيه بالاسماء الاتيه: بدر الدين بعير في حراسه المرمى، هدفا مهما وحقق اداء قويا. على المباراه ديال اليوم 0-0. كره تنفذ بهذه الكيفيه، محاوله بعد الصوره هذه صار اليمين الساده المشاهدين، وفريق الحسن يقوم بالصوده اليوم من اليمين الى اليسار الساده المشاهدين. عمليه هجوميه من جانب بورا، ماذا يفعل؟ اللي اختار كره اماميه مطوله بهذه الكيفيه تعود لبورا، قام بالتمرير بهذه الكيفيه، كتم ايوب بوشتا اولا ثم بعد ذلك تستأنف بهذه الكيفيه البحث عن التمريره العرضيه، ومباشره 90 نقطه. يبتعد فريق النهضه البركانيه، اقرب منافس لفريق النهضه. شوف انطلاقات الكره اللاعب اللي محمد بخاش، واحمد بخاش كيرفع الكره ديالو داخل منطقه الجزاء، فرصه خروج ديال الحارس. كما كيخلي الامتياز لصالح فريق الوداد الرياضي. من هنا تمريره عرضيه، فرصه كيضيع هدف محقق فريق الوداد الرياضي. ابرز محاوله للتهديف، كره اماميه بشكل ممتاز. لاحظوا هنا الطريقه ديال التمرير، وارتر البرازيلي يضيع. محمد بخاش يغير تماما لقطيبه، قطيبه هي نفس تصويبه فوق المرمى. شاف السنيه الحسنيه ما وصلوش بينهم 18 19 سنه. كره للوداد، كره ممتازه تضيع، كره جانبيه عرضيه بعد ان كانت العرضيه الاولى من الجهه اليمنى صوب الجهه اليسرى. الان الكره العرضيه من الجهه اليسرى صوب محمد ريحي، والريحي لم يتمكن من استغلال الاستعداد للتنفيذ. تنفذ داخل منطقه الجزاء، دائريه راسيه كان بامكان انها تكون في المرمى من جانب فريق الوداد. محاوله يمكن نقولوا ايضا انه رده الفعل ديال الحارس فكانت جيده. لاحظوا الطريقه الجهه اليمنى وانطلاقه ديال ايمن طرازي، تمريره عرضيه داخل منطقه الجزاء، محاوله لا تزال بشكل جيد في الوقت اللي كنشوفوا الان. انطلاقه الوداد الجهه اليسرى، محاوله بخارج قدم، تلعب هذه الكره مباشره. لولا اللاعب اللي كان بامكانه ان يحول مسار هذه الكره صوب المرمى. ونشوفوا الطريقه الجهه اليسرى، الريحي تمريره ممتازه، بوشتا تمريره، والحارس كاتي كوتروندي عمليه الانطلاق ديال اللاعب بوخنفر، عبد الله بوخنفر. لاحظوا هنا قطع الكره من الاستعداد للتنفيذ، تنفذ داخل منطقه الجزاء وصوب الحارس مهدي بن عبيد. ميلولا يبحث عن الحلول، كره ممتازه للوداد، فرصه مميزه في العمق جاءت هذه العمليه الهجوميه. الريحي لم يستفد منها، تعود مره اخرى الانطلاقه للوداد، والحكم حدوث على مستوى كل مباراه. كره اماميه ممتازه، جول الوداد يفعل حركاس يا ناس، حركاس بالراس يسكن الكره في الشباك. جمال يرتقي يضع الكره في الشباك، والوداد يعلن عن الهدف الاول. 1-0 وداديه، والجماهير سعيده، والجماهير في المدرجات سعيده. من كان يتوقع ديال عمليه التنفيذ، تحضير كره داخل منطقه الجزاء، تغطيه خاطئه، كره كبيره. هذه الانطلاقه الانسداد، البحث عن المرور والاختراق، لكن بعد ذلك هناك سقوط. الحكم لولا يلعب كره ديالو الجهه اليمنى، الريحي يستلم، الريحي تمريره عرضيه جانبيه داخل منطقه الجزاء، يمكن ان يكون خطا. التمرير من زكريا عمي، يلعب هذه الكره داخل منطقه الجزاء، وكاتي كاد انطلاقه بالجهه اليسرى. وداد اختراق، دخول، محاوله داخل منطقه الجزاء، تصويبه، فرصه كتضيع مره اخرى للوداد من جانب مفيد داخل منطقه الجزاء، تمريره وسقوط. الحكم المواجهه حمزه الفريق ديال الشوط الاول. تابعونا الاعاده ديال هذه مقابله شيقه، مقابله جيده، يعلن حكم الحسنيه ولا فريق الوداد. اذا انطلقت الجوله الثانيه مشاهدينا، صافره الحكم حمزه الفريق. تمريره تعود مرة أخرى صوب من سيف الدين بايا أو سيف الدين بورا،
في الوقت اللي عمليه هجوميه ممتازه للوداد، اختراق دخول الحكم يقول وصلت اللاعب لا تزال الوداد يبحث عن التسديد عن التهديف، لكن يغيب الهدف بعد المحاوله الاولى والثانيه. هناك سقوط على رقعه الملعب. ماذا هناك؟ الحكم كنشوف انه تمريره جيده، خط الامامي، كره اماميه لبوشتا، تمريره عرضيه ممتازه الحارس، ولكن في اخر المطاف كتضيع. تعود لسيفتين لبورا يبحث عن التمرير. بورا يخترق يدخل داخل منطقه كيفيه انطلاقه من سيفتين من بورا التمرير، التحضير، التطير، الراسيه، والكره بعد ذلك تعود لولا يخترق من لولا يدخل داخل منطقه الجزاء. كره وداديه ويات، تصويبه ممتازه، جول الوداد عن طريق المترجي. الوداد يقول انه حاضر اليوم ويسجل هدفه الثاني. 2 اهداف مقابل شيء، واحتفاليه كبيره هنا بالمدرجات هنا بمدينه الدار البيضاء في جمعيه سعيده بهدف ثاني. هذه الصوره على هذا الاحتفال، على هذا الهدف. شوف وتمتع بما يحدث في المدرجات. لعبت بهذه الكيفيه، بورا كان ساقط داخل منطقه الجزاء، لعبت ويئات حظ حسني الاقرب الان ينطلقون، يدخل داخل منطقه الجزاء ويضيع كاتي لوندي. جاته كره ديال تسجيل الهدف، كان بامكانه ان يضعف الشباك امام مرمى فارغه. نعم، فقد توازنه والكره بعد ذلك ايمن كاتي لوندي، عمليه هجوميه للحسنيه، كره في الركن. المسجلين وفي قائمه الفرق التي سجلت، نشوف هنا خروج الحارس. لاحظوا طارق عن اهداف اخرى ربما. كوين 38 سنه، كوين الجنوب افريقي. هذه جماهير الحسنيه في المدرجات والتي تحاول ان تساند اكثر اللاعبين ديال فرنسا منذ دخوله. وليد ناسي ينطلق، كره للوداد، محاوله بهذه الكيفيه، كره من شيل اليمنى، عمليه ديال التمرير وداديه ارضيه داخل منطقه الجزاء، لكن هناك التغطيه، محاوله ديال اللقاء والعمليه الهجوميه بهذه الكيفيه. ثم بعد ذلك جاءت كره الى الركن، محاوله من جانب فريق حسنية أكادير على يسار الحارس مهدي بن عبيد، تنفذ داخل منطقه الجزاء، محاوله تسديد ولكن ميلولا تنفذ بهذه الكيفيه. صالح فريق حسنية أكادير، انطلاقات، صويبه، تصدي، كره عند فريق الوداد، ترقب للتنفيذ، تنفذ ولكن بعيده. مهدي بن عبيد يبعد الخطر، كره صوبه. شوف انه هناك مخالفه او خطا لصالح الحسني، بالفعل ينفذ تمريره عرضيه بهذا الشكل، تمريره، محاوله الاختراق والدخول داخل منطقه الجزاء، فرصه، ولكن كان صامويل القادم من غانا ذو 27 سنه، كره اماميه بهذه الكيفيه، محاوله بالراس.